تمام، بعد ما خلصنا الشرح بتاع الماستر بلان والبروجكت، ده كده الفيز اللي احنا بنبيع فيها دلوقتي اللي هي اسميرالدا ايلاندز. احنا فاتحين بيع في الثلاث جزر دول. سريعا كده ايه التايبس اللي موجودة عندنا؟ تاون هاوسز بثلاث مساحات، ثلاث انواع. عندنا اكسكلوسيف ايلاند فيها ستاند الونز، وعندي تو ايلاندز للشاليهات. طيب ايه المميز عندي في الفيس دي غير ان هي على لاجون وجزر والقصص دي كلها؟ ان انا عندي اصلا الكباسيتي فيها قليله جدا، لان عندي مبنى الشاليهات بيبقى ارضي ودورين، والدور بيبقى فيه 2 يونتس بس. فايه الحلو في كده؟ ان انا عندي اليونت بتاعتي بتبقى دبل فيو، فهي دايركت على اللاجون، ومن الناحيه التانيه بتبص على اللاندسكيب. اليونت بتاعتي قبلي وبحري، فالكلاينت اللي عايز قبلي اليونت بتاعتك قبلي يا معلم، الكلاينت اللي عايز بحري اليونت بتاعتك بحري يا معلم. تمام تمام. طيب المساحات اللي موجودة بالنسبة للستاند الونز هي 232 متر، بتبقى أرضي وأول. هما بالظبط 14 فيلا اللي هما الجزيرة الصفرا دي. 14 فيلا اكسكلوسيف على الايلاند دي بالكلاب هاوس بتاعهم. عندي اللي بالأحمر ده دي التاون هاوسز اللي احنا فاتحينها دلوقتي. 3 تايبس، تايب A و B و C. تايب A ده بيكون 208 متر أرضي وأول وبنت هاوس. تايب B 210 متر أرضي وأول وبنت هاوس. تايب C 177 متر بيكون أرضي وأول بس من غير بنت هاوس. الشاليهات عندي المساحات الموجودة 82 متر 2 بادرومز، 97 متر 2 بادرومز، 116 متر 2 بادرومز. 3 بادرومز كانت بتبدأ عندي من 101، بس المساحة دي كلها سولد اوت. عندي 121 و 128. اوكي. الدليفري طبعا احنا بنتكلم 3 سنين في الكونتراكت. بنسلم اليونت فولي فانشد. البايمنت بلان 10% داون بايمنت، 5% بعد 3 شهور، 10% عند الاستلام، والباقي equal installments على 6 سنين. عندي وضعية الصيانة بتكون 10% بتدفع قبل الاستلام بسنة، يعني بعد سنتين من توقيع العقد. ده كده اسباي كله على بعضه. خلص خلاص. شكرا جزيلا.